الإحصاء، الرياضيات، الجبر، الجغرافيا، التاريخ، المنطق، العقل، الدماغ، الحساب، الهندسة، الأرصاد الجوية. ميسي يقول، كريستيانو يقول، العالم يقول، كل شيء يقول أن من سبع المستحيلات أن تخسر المغرب. وانظر ماذا حصل. لم يتمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدف واحد حتى. الجميع مصدوم من نتيجة المباراة، وطبعا الجميع خاب أمله بعد المباراة. أنا لا أقصد الإهانة أو أي شيء من هذا القبيل. كل ما أردته أنا كمشجع لمنتخب بلدي مثلي ومثل الجميع، أردت أن يفوز المغرب، لأنه منطقيا حسب الإحصائيات والمنطق المغرب متفوق من جميع النواحي، دفاعيا وهجوميا وفي ممارسة الضغط والاستحواذ على الكرة. يمكنك أن ترى بعينيك ماذا حصل في المباراة السابقة بين المغرب وموريتانيا. يمكنك أن ترى كيف كان أداؤهم، لاعب احترافي وفي مستوى المحترفين. فبالطبع خاب أملي كثيرا من المباراة. يصعب تخطي هذا، لكن نأمل خيرا مستقبلا إن شاء الله. اليوم أصدقائي سنتطرق لبعض النقاط المهمة في مباراة الفيفا الدولية بين المغرب وموريتانيا. أولا، لنتجاهل الشوط الأول. أعلم أنه يوجد بعض اللمسات وبعض المحاولات الجيدة، لكنها ليست بقدر أهمية ما حصل في الشوط الثاني. منذ بداية الشوط الثاني رأينا ارتفاعا في مستوى الأدرينالين بين كلا الفريقين. مستوى اللعب بين الشوط الأول والشوط الثاني مختلف تماما، وذلك يعود للتعادل السلبي الذي كان يجب على أحد الفريقين كسره. ومن بين أكثر اللاعبين الذين أبهروني في المباراة هو بن الصغير. أداؤه في اللعب وفي التعامل مع الكرة مذهل للغاية. عند حصوله على الكرة، مراوغاته وطريقة اختراقه للدفاع فعلا ممتازة. اللاعب صراحة مظلوم إعلاميا، لم يأخذ حقه كاملا. أغلب الأعين كانت تتجه نحو إبراهيم دياز ثم الرحيمي وبعدها بن الصغير. أجل، لم أنسى، بعد تخطي الدفاع يأتي دور تسجيل الأهداف. وهنا بالضبط هذا هو السطر المهم، هذا محور الكلام، هذا محور الفيديو كاملا. كرة القدم بطولها وعرضها تتمحور حول تسجيل الأهداف، وهذا أكثر شيء أضعناه في المباراة. مرت الكثير من الفرص الجميلة والممتازة التي كانت ستكون هدفا محسوما، لكننا ضيعناها. حسنا أصدقائي، لنتوقف عن الحزن ونبدأ باستخدام العقل. لماذا لم يتمكن المغرب من التسجيل؟ سأطرح فرضيتي وأتوقع أنها أكثر منطقية. المغرب متفوق من حيث اللعب، وقد تمكن من ممارسة الضغط العالي على منتخب موريتانيا، لكن المشكلة هي أن فريق موريتانيا دفاعي بالكامل. فريق موريتانيا يجتمع كليا في منطقة الدفاع. إذا أمسك أي لاعب مغربي الكرة يحاصره 10 من لاعبي موريتانيا. مستحيل وصعب جدا تخطي الدفاع أمام المرمى. منتخب موريتانيا نسي تماما فكرة التسجيل على المنتخب المغربي، وكل تركيزه منحصر على منع المنتخب المغربي من التسجيل، على عكس المنتخب المغربي الذي لعب لاعبا تكتيكيا. وقت الهجوم يهاجم، ووقت الدفاع يدافع. واستمرينا هكذا حتى الدقائق الأخيرة، أو بالأحرى وقت البدل الضائع في الدقيقة 94. مرر إبراهيم دياز كرة ممتازة للحكيمي، وكانت تلك أجمل فرصة في المباراة كلها، وكانت ستنتهي بهدف جميل ومنقذ، وهو فعلا الكرة دخلت شباك المرمى، لكن الحكم صفر صافرة التسلل ولم يحتسب الهدف. بعد نهاية المباراة اندلع موجة غضب كبيرة على وليد الركراكي، والأغلب كان يطالب برحيله بسبب المستوى المنخفض الذي قدمه أثناء قيادة الفريق. ورد وليد الركراكي أثناء الندوة الصحفية: التعادل السلبي أمام موريتانيا 0 لمثله. وليد، تقييمك لهذا الماتش هذا ضد موريتانيا؟ ايوا ما نقولش نكونوا فرحانين، سورتو لا بروميير ميطون لعبنا واحد الريت في بروميير ميطون اللي ناقص، ما طلعناش ريت، خليناهم تحنا في البياج ديالهم اللي كانوا باغيين مع الوقت مع لي فوت اللي درناها وكل شيء. في هاد الماتشات خصنا نكونوا بلو تشوور. يمكن الماتش الثاني الدراري يمكن ترخاو بزاف مع لي شونجمون، يمكن علاش دير بزاف لي شونجمون، 4 شونجمون حطينا لي جون بالحق. مزيان باش يتعلموا، مزيان باش يعرفوا ملي كنلعبوا في الدار الفراقي غيستناونا غيضيعوا الوقت. خصنا نعرفوا نجبروا لا سوليسيون باش نقتلوا الماتش من لي بيتيت زوكازيون اللي كيجونا. اليوم ما لعبناش في المستوى ديالنا باش نقولوا الصراحه. نعم وليد، كيف قلتي اكيد المنتخبات كلها كتسنانا من بعد الانجاز الباهر ديال كاس العالم، ولقينا بعض ماشي على الكاس بعض الصعوبات مع الفرق المنتخبات اللي كيلعبوا في لا ملي كتلعب في الدار ديما عندك لي زيكيب سي نورمال وكيلعبوا باش يجيبوا التعادل ولا الربح ديالهم. في لي كونتر اتاك حنا خصنا نجبروا لي كونيكسيون. كان بزاف ديال جدادين، بن سيغير، ابراهيم قلناها باش يولفوا مع حكيم مع لاتاكون. رحيمي اليوم دخل كان مزيان حتى هو، كان باغي يفو دو طون باش يجبروا لا سوليسيون باش حنا مع الوقت نخدموا باش نكون عندنا بلوس ديفيكاسيتي بلوس دوكازيونات ونعرفوا كيفاش نربحوا هاد الماتشات. نعم، اخر سؤال وليد، تقييمك لهذا لو ستاج كامل؟ لا سي بوزيتيف، واخا كنا بغينا نربحوا مي لو ماتش التعادل ملي كتسيب التعادل ما كاش تكون فرحان باش نقولوا الصراحه. غنتعلموا منا باش قدام
بيناتهم بزاف بيهم دونك فوالا سي كوم سا ليكيب ناسيونال خصنا دغيا نجبروا لي سوليوشن باش شهر 6 في كاليفيكاسيون كوب دي موند نكونوا موجودين. شنو بالنسبه لشهر 6 ان شاء الله كيف ذكرتي مباريات رسميه كيف كتوجد لها؟ لا غيكون بحال ماتش زامبيا كنعرفوهم سي لو ميم ستيل دو ماتش هادشي اخترنا هاد الماتشات كانت ماتش ساهلين بحال اللي كنقول خصنا دغيا نبروغريسيو باش نكونوا في المستوى ديالنا. شكرا وليد. اذا يحضر معي خلاصة القول، وليد الركراكي يعلن على التعادل بأن الفريق لم يتأقلم بعد. هذا الجواب أصدقائي أريدكم أن تعلقوا عليه في هذا الفيديو. أولا، أنا لا أقصد الإهانة لأي أحد، لكن بالنسبة لي هذه مشكلة، هذه فضيحة. فريق كامل من النجوم واللاعبين المحترفين ولم يتمكنوا من تسجيل أي هدف واحد. هل تعرف ماذا تفعل موريتانيا الآن؟ موريتانيا تحتفل بتعادلها مع المغرب. لا أحد كان يتوقع تعادل موريتانيا مع المغرب، حتى مشجعو موريتانيا كانوا سيفرحون بالخسارة بهدف أو 2، لكن بما أنهم تعادلوا هذا إنجاز للتاريخ وفضيحة للمنتخب المغربي. وليد الركراكي، يجب أن تفعل شيئا. لا أحد يرضى بذلك التعادل. أنا لا أقصد التقليد، ولكن يجب على المنتخب أن يتصرف. المغرب يعود للضياع من جديد. نسأل الله فقط أن يتحسن أداؤه مستقبلا إن شاء الله، ونحن أيضا نسأل الله أن يسخر لنا أمورنا بإذن الله. قولوا آمين. هذه نهاية الفيديو أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابعون فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.